مشاهير شباب لبسوا تياب تعتبر نسائية، ومن بيناتهم ويجز، وهو مغني راب مصري وبيجدد ستايله كل فترة وكل مرة بفاجئنا بتيابه. آخر مرة لبس اللون الزهري بمهرجان العالمين، ويلي هو عبارة عن بلوزة حفر واسعة لون بينك وبنطلون كتير وسيع، ولكن الناس ما حبت هالشي وكان عندها رأي تاني لأن مو متعودة انه رجال بتلبس كمان لون بينك. ففي وحدة من المتابعات بتقول التياب الحلوة الشيك تبع الشباب مقصرة بشو معك، ولكن على ما يبدو هي مو أول مرة بيثير فيها الجدل المغني ويجز. ففي إحدى المرات لبس قميص أسود شفاف خلال حضوره حفلة عشاء لدار الأزياء الإيطالية فلانتينو، ويلي أثار الجدل فيها للمرة الثانية. وبيقول أحد المتابعين بالرغم ما عنده صوت ولا شكل ولا كلمات، فوق منها بيلبس قميص نسائي، ولكن ويجز مو الوحيد يلي بيلبس ثياب نسائية، فهاري ستايل اعتمد هالاسلوب كمان، فبجميع حفلاته بيعتمد على اطلالات نسائية بشكل دائم، ومن بيناتهم بيلبس التنانير. وطبعا ما ننسى احمد سعد المغني المصري، ويلي انتقدوا كتير من الناس ومن بيناتهم طليقته سمية الخشاب، لأن لبس قميص أسود شبك وحاطط حلق بأدانيه خلال موسم جدة الترفيهي. وبيقول أحد المتابعين التفسير الوحيد على لبس أحمد سعد للثياب النسائية إنه نسي ثيابه ولبس ثياب زوجته. أما سمية الخشاب فعلقت وأنا بقول وين راح لبسي، ولهالسبب نشر أحمد سعد صورة له وكتب عليها اختياراتي مدمرة حياتي. أما ابن راغب علامة له أي علامة، ويلي هو عارض أزياء، كل ثيابه بتستفز الجمهور وخاصة لما لبس بدلة زهرية، ولكن أبوه دافع عنه خلال مقابلة مع رابعة الزيات، والدليل بفيديو كليب الأخير لراغب علامة. أنا بشوف كتير من المشاهير بيلبسوا نفس الشي وبيتصرفوا بأمور كتير غريبة، ولكن ما حد عم ينتقدهم. فهل من المعقول لأنه المشاهير هن عرب عم بيتم انتقادهم من شكل كتير كبير؟ ولا على قولة منضل شرقيين؟ اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.